الراجل بكنتو كيتقاس، ود الحلال ما كيلعب ببنت الناس، وبنت الناس ما يغرها لا مال ولا لباس. كيما قالوا ناس الزمان، حل عينيك قبل من الزواج، اما بعدو غير غمضهم، حيت الزواج بالدوام ماشي بالصدق والسوام، والفاهم يفهم. فاش المرا كتخدم وكتعتمد على راسها كيولي عندها شخصية مستقلة. فاش كتجي تختار شريك حياتها كتختارو حيت بغاتو، ماشي حيت محتاجاه، والفرق بيناتهم كبير. الفرق ديال المرأة اللي كتشوف فيك بنظرة حب وأخرى كتشوف فيك بنظرة طمع، أو ممكن نقولو بنظرة احتياج. شحال ديال العيالات ساسو رجالاتهم فاش جاتهم أزمة مالية ومبقى عندهم والو، حيت أساس ديال هاد الزواج من نهار الأول تبنى على الاحتياج ماشي على الحب. حيت كون كان الحب كون وقفت المرأة مع راجلها وكانت سند ليه كيف ما هو كان سند ليها ولولادها. بطبيعة الحال كاع ما كنعمم، حيت كاين بزاف ديال العيالات اللي عمرهم خدموا وكتلقى فيهم الحب والعشرة، وإلا حطيتيهم على الجرح يبرى، كيعرفوا بحق الزمان. اليوم كنهضر على النوع الاخر ديال العيالات، كيفكروا غير في راسهم وكيكونوا ماديات، والحب عندهم بلاصتو ما كاينش. هاد النوع لا ينجي كل واحد باغي يبني حياته منه، حيت ماشي ديال العشرة وماشي ديال دير الوليدات معاهم، كيكونوا غير تابعين مصلحتهم فين كاينه. نهار طيح ما يعقلوش عليك. هادشي علاش من نهار الاول عرف اش تختار. تزوج بالمرأة اللي تشارك معك الفرح والقرح، اختار النقرة الصافية اللي عمرك تندم عليها. ماشي ضروري تكون خدامة ومعتمدة على راسها، المهم تكون بنت الناس.